متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى أنها تبدأ من الحدث، من أول حدث بعد اللبس، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن الأحاديث إنما وردت بلفظ المسح، يمسح المسافر، يمسح المقيم، فربطت الحكم بالمسح، أناطت الحكم بالمسح. فالقول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث. مثال ذلك: توضأت لصلاة الفجر مثلا، أو نقول للظهر، توضأت للظهر حتى تكون يعني أقرب واقعية، توضأت لصلاة الظهر، ثم إنك بقيت على طهارة، ثم إلى أن أذن لصلاة العصر فأحدثت، ثم توضأت ومسحت، فالمدة تبدأ من حين المسح، تبدأ من حين المسح، يعني بغض النظر عن وقت الحدث. توضأت لصلاة الظهر وأحدثت، ثم توضأت وقت أذان صلاة العصر ومسحت، فبدأت المسح وقت أذان صلاة العصر، فتبدأ المدة من وقت صلاة من أذان صلاة العصر، وتحسب 24 ساعة إذا كنت مقيما، و72 ساعة إذا كنت مسافرا. طيب، لو افترضنا أنك لبست الجورب لصلاة الظهر واستمرت معك الطهارة، لم تحدث إلا بعد صلاة المغرب، وتوضأت عند أذان العشاء، فمتى تبدأ المدة؟ من أذان العشاء، من أذان العشاء إلى أذان العشاء من اليوم الثاني. معنى ذلك أنك ستصلي بهذا الجورب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب، يعني 8 أوقات. وبهذا يتبين أن قول بعض العامة أنك تصلي في الجوربين 5 أوقات أنه غير صحيح، أنك تصلي أكثر من 5 أوقات. المهم أن تضبط المدة، المدة تبدأ من أول مرة تمسح عليها بعدما لبست الجورب وبعدما حصل منك الحدث، أول مسح بعد الحدث، وتحسب 24 ساعة يوما وليلة من أول مسح بعد الحدث، وتحسب 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة إذا كنت مسافرا. وينبغي للإنسان أن يجعل له وقتا يبدأ فيه لبس يعني تبدأ فيه مدة المسح، بحيث يعتاد على هذا الوقت، لأن بعض الناس ينسى، بعض الناس عنده ضعف الذاكرة، فما ينسى متى بدأ أول مسح بعد الحدث، فربما مسح بعد انتهاء مدة المسح، فإذا مسح بعد انتهاء مدة المسح لا تصح طهارته، ويترتب على ذلك أنه أيضا لا تصح صلاته. ولذلك يعتاد يعني المدة التي تبتدئ فيها مدة المسح على الخفين، مثلا يجعلها مثلا الفجر، يجعلها الظهر، المهم أن يعتاد وقتا معينا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في كيفية المسح. هنا قال السنة في المسح أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، يعني يبل يديه بالماء ثم يمسح الرجل والقدم اليمنى باليد اليمنى، ويمسح الرجل اليسرى باليد اليسرى. هذا أرجح ما قيل في كيفية المسح. أما القول بأنه يمسح الرجلين في وقت واحد، هذا ليس عليه دليل ظاهر، وظاهر السنة أنه يمسح أولا الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى. ومما يدل ذلك الحديث المذكور: إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. ولأن المسح بدل عن الغسل، فكما أنك عند الوضوء تبدأ بغسل رجلك اليمنى، هكذا بالنسبة للمسح تبدأ بمسح رجلك اليمنى ثم تمسح رجلك اليسرى، الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. نعم نعم. الدليل أن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين قيدت ذلك بالمسح ولم تقيده بالحدث، مثل حديث علي: يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام. لاحظ كلمة يمسح، فهذا يدل على أن المدة متعلقة بالمسح وليست متعلقة بالحدث. نعم.